الو، السادة القائمين على اون تايم سبورت. انا كابتن عزيز، كنت بكلمكم على شغلانة المعلق الجديدة. انا عندي معلومات كروية مش عند حد يا جماعة، مش ضروري لازم اكون بعرف اهري، اكون بعرف اتكلم بصوت غريب ومصطنع، واكون بعرف افتح مواضيع. ليه هو انا نازل ديت؟ اقفل الله يكسفكم. مسا والكباتن. اهلا. هو ايه اصلا لازمة التعليق بصفتك يعني عالم من اعلامنا الافزاز؟ افزاز اعمله هزاز. بص يا سيدي، التعليق الكروي دوره الاساسي يفهمنا اللي بيجرى في الماتش، ويقول لنا معلومات مش عندنا، ويشرح لنا خطط لعب الفريقين. او كل ده مفيش معلق اصلا بيعمله. امال ايه اللي بيحصل يعني يا كابتن؟ اللي بيحصل ان كل معلق دلوقتي مشهور بلازمه او كلمه معينه، وعارف ان الجمهور بيحبها فيتلكك عشان يقعد يقولها. ده زي مين يعني يا كابتن؟ كل المعلقين. يعني عندك في مصر مثلا كابتن ايمن الكاشف ما يبداش اي ماتش غير لما يظرفنا قصيده شعريه باللغه العربيه الفصحى. ده لو الشاعر هشام الجح مش هيعلق ويعمل فينا كده. والجنرال شلبوك ده ملك الافات والهلا. في ناس بتتفرج على الماتش مش حبا في الماتش ولا اللي بيحصل، بس حبا في شلبوكه وافات شلبوكه. طب والكوالين يا كابتن؟ ده بيستنى الجون التاني مخصوص عشان يقول لك عملوها تاني وسجلوا الهدف التاني. طب سؤال جاي لك من عدنان من نزلة السمان، بيقول لك ادخل لنا كده على معلقين بين سبورت يا كابتن. عندك مثلا كابتن علي محمد علي، نفسي اساله ليه وانت بتعلق بتعطش الجيم؟ ما تشربها حرام عليك. انت بتضحكش ليه يا حيوان؟ سوري والله ما اعرفش انه فيه اهو. ايوه كده. ولا كابتن عصام الشوالي، حبيبي تحسه بيعلق في مستشفى العباسيه، كل فيديوهاته مكتوب عليها جنون عصام الشوالي، وبرضه بندعي له ربنا يعطره في والده. الراجل كل ماتش بينده عليه بابا يا بابا، بابا يا بابا، بابا يا بابا. ولا كابتن حافظ الدراجي، ده بقى مش بيعلق، ده تحسه بيوشوش في ودنا وفجأة بيضحك. انا مش عارف، هو بيعمل كوكتيل اصوات غريبة كده. ده لو نايم على بطنه. لا هوب يا كابتن، في ايه؟ هوب ايه يا ابني؟ لو نايم على بطنه في الجيم وبيتمرن رجل خلفي مش هيسمعنا الاصوات دي. انت دماغك قذرة جدا على فكرة. تعالوا بقى اسمعكم الاغنية الجميلة ونرجع تاني. في ساعة معلق يمسك دماغك وياكل ودانك، وسط هجمة في الماتش يسيبك أعصابه هادية شارب ليمون، يقول الكورة برا وهي جت جون. في حياتنا ناس تعليق مجاش ثابتين معانا مهما ايه يجرى. في حياتنا ناس ما بننساهاش حقيقي، شكرا من هنا لبكرة. في حياتنا ناس رغي وخلاص زايعين معانا مهما ايه يجرى. في حياتنا ناس لد وخلاص حقيقي، شكرا من هنا لبكرة. طب سؤال مني انا كده يا كابتن شخصي. اتفضل. كابتن رؤوف خليف لا مؤاخذة ايه نظامه معاك؟ ايه لا مؤاخذة ايه نظامه؟ ما انت قصدك ايه يا حيوان انت؟ يعني ايه رايك فيه يا كابتن؟ لا كابتن رؤوف خليف فيه ميزه وعيب، او في الحقيقه هي ميزته هي عيبه، ان هو بيحمس اي ماتش. فده ميزه طبعا، بس نفس الوقت هو ممكن يضحك عليك ويحسسك ان الماتش جامد وتكتشف ان هو مش جامد. يعني هو لو علق مثلا على البراجيل والديلينجات هيحسسك انه ماتش حماسي وهتكمله الاخر. ده كفايه واحده منه من بتوعه يوزع. سؤال من كمال الشناوي، بيقول لك يا كابتن ايه رايك في التعليق المصري؟ المعلقين المصريين يا شناوي، عندك مثلا المعلق اللي بيبقى الماتش لسه بادئ والكره في نص الملعب وتلاقيه محسسك ان هي هجمه خطيره في الدقيقه 90، وده انا بسميه المعلق الاوفر. طب ده نوع، هل في انواع تانية؟ طبعا في المعلق النعسان، وده بتلاقيه واخد تعسيله في نص الماتش والحماس والطاقه عنده بالسالب، وما بيفوقش غير بعد ما الجون يجي ب5 دقايق. بس احقاقا للحق دول معظمهم بره مصر. صح يا كابتن. مالكش فيه، انا بكلم جمهوري. يا كابتن انا باخد وبدي معاك يا كابتن. لا انت تاخد بس، لا مؤاخذه. ليه بس الغلط ده يا ابني تاخد مني الكلام بقى، ما تغلطنيش الله يقرفك. في سؤال معانا من فاروق من انشاص، بيقول لك تقول ايه المعلق اللي مبقاش عارف اسماء اللعيبه؟ بص يا رؤى، في معلق ده بسميه المعلق الزهايمر، وده اللي مش فاكر اسماء اللعيبه وبيشبه عليهم كده الطشاش، ويقول لك اي اسم بالبركه ويا صابت يا خابت، في الاغلب بتخيل. ده عارفه بس مش عارف اقول مين. لا ما هو مش سر، هو اي معلق مصري فوق ال60 وما بقاش فارق معاه حاجه. وفي بقى المعلق اللي انا بسميه ابو ورقه وقلم،
ده المعدين كاتبين له اسماء اللعيبه اللي بتلعب، وهو يشوف رقم التيشيرت ويقرا الاسم من الورقه. وده في الاغلب بنعرفه لما نلاقيه بيقول اسماء اللعيبه الاولانيه. يعني مثلا في عز ستيفن جيرارد وتيري هنري، تلاقيه في الماتش يقول لك ايه وعدى ستيفن، وتروح الكوره لتيري. كارثه بقى، كارثه. ده رحمة الله عليه، عارفه بس مش هقول مين. في المعلق الرغاية يا كابتن. ده انا بسميه المعلق اللتات زيك كده. ده اللي بيسيب الماتش واللعيبه ويقعد يحكي لنا قصص وحواديت. ده بتحس معاه بعشره، تحسه خالك، لدرجه تستناه الماتش الجاي عشان يكمل لك ايه اللي حصل في حنه بنته شيماء. يا ساتر يا رب. اهو ده المعلق اللي بيخليك تحمد ربنا على نعمه زرار الميوت. ده بقى اللي لو تخيلناه في شغلانه تانية مش هتحب تسمع صوته ابدا. حلو موضوع التخيل ده يا كابتن والله. طبعا حلو. لو عجبك موضوع التخيلات اتفرج على الحلقه اللي فاتت بتاعت ماذا لو المصريين مالوا مدرجات دوري ابطال اوروبا. وما تنساش تبعت لي اسئلتك في الكومنتات، ولو على اليوتيوب تعمل لي سبسكرايب ارجوك، وحياة امك وابوك. سلام.